السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة إحنا مع الصف الأول الإعدادي ومعانا مخترع صغير من علماء المستقبل. نتعرف عليك؟ يوسف سعيد محمد. يوسف، أنت عملت لنا إيه؟ عمود كهربي. عمود كهربي. طيب شغله كده يا يوسف. حد يطفي النور. الله، شايفين يا شباب؟ ده عمود ايه؟ كهربي. برافو عليك يا يوسف. طيب في اي اسئله لزمايلكم؟ ها يلا يا مصطفى اسال. قول الخطوات. عملت ايه يا يوسف عشان تعمل العمود الكهربي الجميل ده؟ اول حاجه عملت الكشاف. ايد النور بقى. وعملتها وبعدين رحت اللي بينور ده يوسف ايه؟ ليد. تمام. وبعدين رحت لجوز اختي مهندس كهربائي قال لي خليه ينور. برافو عليك. بعدين ركب لي ترابيزتين دول بس هو لففهم بالبلاستيك وخلاهم ينور. جميله يا يوسف، جميله ما شاء الله عليك. ها في اي اسئله؟ يلا يا مصطفى. اللي خلاني افكر في الفكره دي يعني ليه العمود الكهربي؟ ليه ما عملش حاجه تانية؟ يعني حبيت تعمل ده. تمام. ها اي سؤال؟ يلا يا مروان. البطاريه جايبها منين؟ لا هو دي بطاريه؟ دي بطاريه يا يوسف؟ تمام. ده ترانز مش بطاريه. هو المصدر التيار الكهربي بتاعه من الكهرباء مش بطاريه. هو بص حاطط الفيشه فين اهي. يعني مصدر التيار الكهربي من الكهرباء نفسها. ها ده بيتحمل الكهرباء من النار ويوصل تمام. عشان اللمبه اللوند الليد ما تتحرقش. صح كده. طيب ها في اي سؤال تاني؟ يلا يا حبيبي. ها في ايه؟ يعني اشتغلت قد ايه عليه وطلعته بالجمال ده؟ ما شاء الله 4 ايام. برافو عليك يا يوسف، والله انت عسل. ها في اي سؤال تاني يا شباب؟ اي سؤال تاني؟ لا. طيب انتوا كده خدتوا افكار من يوسف صح؟ عايزين بقى الفترة الجاية نعمل اختراعات كتيرة ونشوف علماء مستقبل كتير ونشوف نماذج حلوة ونصورها مع بعض. تمام؟ عايزين نشجع يوسف بسباعية. ابتدي. شكرا ليكم. شكرا ليكم. متشكرة ليك جدا يا يوسف. ألف شكر.